انا واحد السؤال عندي مهم وديما كنطرحو. الدوله خاصها واحد النهار تقرر ما بينها وبين نفسها شنو بغات دير بالاعلام، شنو بغات دير بالصحافه، وهذا راه قرار مهم. واش باغا هاد الصحافه اصلا؟ لا صح، لا انا كيبان لي بانه واحد الوقت هناك اعتبار بانه القطاع ديال هذا اعتبار ان القطاع ديال الصحافه والاعلام فهو قطاع هامشي، بانه ما عندوش، وبان سهل التحكم فيه، وبان عندك امكانيات بانك توجه اتجاه والاخر، وبانه غير زيد امتى كنحتاجو في وقت الازمات. في وقت الازمات شفناها مثلا في جينيراسيون زد تم التعبئه من اجل فتح مجالات للحوار والنقاش واعتبار بانه الصحافه عندها دور، وبدينا كنعاودوا النظر في مجموعه ديال الامور من بين حتى النقاش حول هذاك القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافه. او لا، التوجه الثاني هو بان اعتبروا بانه هذا القطاع الصحافه فهو حيوي ضروري بشكل كبير، لانه هو الذي العقول والقلوب كيوجهنا واحد الاتجاه معين. وحنا الان داخلين في واحد الحرب في العالم كامل حول المعنى، حول المعنى، من ينتج المعنى، من ينتج المعنى، وفي بغيتي دير شنو هو الهويه ديالك، شنو هو الانتماء ديالك انت، واش مغربي ولا كوني ولا مجموعه من الامور داخلين فيها في حروب عالميه. هناك الان مؤسسات في العالم يرصد لها ملايين الدولارات من قبل الدول من اجل التوجيه هذا. حنا في المغرب خصنا نطرحوا نفسنا السؤال، الدوله خاصها تجاوب على هذا السؤال كامل.